في أحيان كثيرة تكون كرة القدم المتنفس الوحيد والجميل للجماهير المغربية، وتدخل أفراح على قلوبهم وعلى قلوب العائلات، ولكن في بعض الأحيان تكون مصدرا للأحزان والأوجاع لكثير من اللاعبين والعائلات والجماهير بسبب الإصابات اللاعنة التي نراها في المستطيل الأخضر من إغماءات وإصابة دموية وكسور في مختلف الجسد، وفي أحيان كثيرة وفي بعض الأحيان تكون مميتة. وقد تعرض اللاعب أولمبيك خريبيا حمزة أثرير لإصابة خطيرة على مستوى الكاحل، وتبدو هذه الإصابة بمثابة نهاية موسم اللاعب الخريبكي. وقد تسبب في هذه الإصابة اللاعب البحري إثر تدخله العنيف على كاحل اللاعب. وقد لعبت هذه المباراة في إطار مسابقة كأس العرش. أتمنى إن شاء الله شوف كلهم الآن يتابعون يتفاعلون مع هذا اللقطة. للأسف كنا نأمل أن تنتهي هذه المباراة، يفوز اللي يفوز وأن تنتهي بدون إصابات، لكن الإصابة يعني يظهر إصابة خطيرة لاعب فريق أولمبيك خريبكا. سلامات سلامات إن شاء الله، سلامات سلامات سلامات، نطلب السلام والعافية. السي البحيري ماذا فعلت يا ياسين؟ ماذا فعلت يا السي البحيري؟ وأمر طبيعي ما كانش مقصود، لكن التدخل بتلك الطريقة شوفوا وبين واضح كسر على مستوى الكاحل، واضح واضح لقطة كامل يظهر أنه التواء كامل دوران على مستوى الكاحل. والآن كل الجماهير واقفة الآن يعني تعيش على أعصابها، يعني في كرة القدم الأهمية سلامة اللاعب. ياسين البحيري الآن يتابع، ونعرفوا ياسين أخلاقه ونعرفوا لاعب اللي يتميز بالروح الرياضية لكن التدخل كان مكلف ياسين البحيري للأمانة وإصابة خطيرة للاعب فريق أولمبيك خريبكا. هذه أمور اللي تحدث في كرة القدم، لكن لا نتمنى أن تحدث طبعا، لا نريد أن تحدث. شوف لاحظ حتى ياسين لا يريد أن يخرج، لا يريد أن يخرج لأنه وليس على البطاقة الحمراء، بل يريد أن يتابع حالة لاعب فريق أولمبيك خريبكا. من هو اللاعب؟ يعني نتمنى أن اللقطة ما نشوفهاش مرة أخرى، لا يعني مخرج لا نريد الإعادة لأنه لقطة صراحة مؤسف، لقطة مؤسفة. إذا كان تعطوني اللاعب من هو اللاعب؟ إذا حمزة أثرير. يا حمزة أثرير، يا حمزة أثرير. إذا إصابة خطيرة لحمزة أثرير، وحسب ما تابعنا في اللقطة نتمنى أن العائلة ما تخوفش. هذا واقع في كرة القدم. الحمد لله سير سعيد عافيته وإن شاء الله السلامة.